هالأكلة من أطيب الأكلات يلي بس تعملها بتحسها صارت لدرجة الإدمان. مكوناتها بسيطة كتير بس طعمتها أسطورية، بتتقدم بأفخم الحفلات وبأحلى المناسبات. وأهم مكونات هالأكلة الطيبة هو العدس والمعكرونة، ومنضيف لهم بصلتين. منقطع البصل ترنشات أو شرايح، انتو شو بتقولولا؟ ومنحط لها رشة نشا مشان تعطينا اللون الذهبي الحلو، تعطينا القرشة الطيبة يعني جناح الدبور. أول شي لازم نعمله بنسلق العدس لأنه هو أكتر شي بياكل وقت. وأهم شي ما بدنا ننسى ننقز العدس لأنه هذا المكون الأساسي يلي حيخلي العدس يستوي معنا بأسرع وقت، إنه نضيف له كاسة مي باردة. لبين ما يستوي العدس تعالوا نجهز التزيين للصحن. بنقلي خبز مقطع مربعات، وبنقلي البصلات يلي قطعناهن. إذا هالفيديوهات حبيتوها لا تنسوني من الاشتراك ومن تعليق حلو مثلكن. وهلأ حابة تخبروني هاي الأكلة شو اسمها ببلدكن؟ وأكيد هالأكلة ما بتحلى طعمتها غير بشوية توم وكزبرة خضرة. والكزبرة الخضراء أنا بحب فرزها بالفريزة، ما بحب انقطع منها أبدا. بطلعها من الفريزة عالطبخ دغري بتضل لونها أخضر وطعمتها بتجنن. منقلي هون بشوية زيت زيتون ويا عيني عالروايح. وهون استوى العدس. هلأ بدنا نضيف له البهارات الطيبة يلي حتخلي طعمتها فوق الخيال. منضيف له زيت زيتون ورشة كمون ومعلقة الماجي أهم شي فيها، ورشة فلفل، وربع معلقة صغيرة كزبرة يابسة. وهلأ منضيف المعكرونة ناشفة وبنتركها تستوي مع العدس، وكل شوي بنحركها من تحت لفوق مشان المعكرونة ما تلزق بسفل الطنجرة، وبنفس الوقت ما تتكسر معنا المعكرونة من كتر التحريك. ولا ننسى سنين الثوم يلي بدنا نحطهم مع العدس والمعكرونة. وانتو شوفولي هلأ منظر دبس الرمان ما فيني اوصفلكن طعمته مع هالأكلة. بس هالأكلة لازم تتاكل سخنة دغري من الغلوة للكلوة. ريتو يسلملي هالمنظر. هلأ في ناس بتقول انه نحنا بنمدح بأكلاتنا كتير. نحنا النسوان إذا ما مدحنا بأكلاتنا مين بده يمدحنا؟ وهو كل ما تغزلنا بأكلة رح يصير عنا طاقة إيجابية نعمل أكلة أطيب منها. وهلأ منضيف الخبز والبصل يلي قليناه والكزبرة والثوم، ومنزين الصحن مثل ما انتو بتحبوا. طريقة التزيين اختياري، في ناس بتحط لها رمان، أنا مرة عملتها برمان ومرة عملتها بلا رمان، وبالطريقتين بتطير العقل. وهي الصحن صار جاهز، واللي ما بيحب العدس بس يشوف هالأكلة رح يغير رأيه.